النهاردة معانا جهاز كمبيوتر مختلف شوية، ال HP Elite 1000 G2. ده اللي هو نظام ال All-in-One، يعني كله في واحد. المصدر اللي بنبص عليه بيوصفه بصراحة وصف لافت: وحش الشغل المتكامل. وصف قوي فعلا. بيقول إنه بيجمع بين الشكل الحلو الأنيق وشاشة 4K مبهرة، كل ده في جهاز واحد، قطعة واحدة. طيب خلينا نفصص الجهاز ده أكتر ونشوف إيه اللي ورا الوصف ده. تمام جدا. المصدر بيدينا فعلا تفاصيل كويسة عن المواصفات الأساسية. يعني عندك المعالج ده انتل كور i5 جيل 8، الرامات كمان 16 جيجا DDR4. كويس. والنقطة المهمة كمان أو يعني اللي بتفرق قوي هي الهارد ال SSD الأساسي. ده بيخلي الجهاز سريع جدا في الاستجابة، ومع طبعا مساحة تخزين تانية إضافية. تمام. طب والتركيبة دي اللي هي كور i5 جيل 8 مع 16 جيجا رام وكمان SSD، ازاي ممكن تخدم فكرة الشغل الرايق اللي المصدر قال عليها؟ يعني هل دي كافية مثلا لبرامج الجرافيك والأوفيس والتصفح الكتير؟ بص، هي تعتبر تركيبة متوازنة جدا للمهام دي. يعني الكور i5 مع ال 16 جيجا رام بيخلوك تشغل كذا برنامج في نفس الوقت بسلاسة. تفتح بقى برامج اوفيس كتير، متصفحات فيها تابات كتير، الدنيا بتمشي كويس من غير ما الجهاز يعني يهنج أو يبطأ. فاهم. وطبعا ال SSD ده بيخلي فتح البرامج نفسها وتحميل الملفات أسرع بكتير. بالنسبة بقى لسؤالك عن الجرافيك، هو كارت الشاشة هنا مدمج انتل UHG جرافيكس. وهنا نقف شوية. كارت شاشة مدمج والمصدر بيقول شغل جرافيك، يعني هل ده ماشي مع بعضه؟ ايه حدود الكارت المدمج ده بالظبط؟ سؤال مهم جدا. الكارت المدمج الانتل UHG ده مناسب قوي للمهام اليومية العادية وتشغيل الفيديوهات بجودة عالية، يعني ممتاز مع الشاشة ال 4K بصراحة. وهو كمان كافي لشغل الجرافيك اللي هو الخفيف أو المتوسط، يعني تعديل صور، تصميمات سوشيال ميديا بسيطة، الحاجات دي. تمام. طيب نيجي نقطة القوة التانية اللي المصدر واضح انه بيركز عليها جدا: الشاشة. شاشة 27 بوصة 4K UHD، وبيقول عليها نقاء ولا أروع، ومعاها كمان صوت من بانج & أولوفسن بيتوصف إنه محترم جدا. إزاي الميكس ده، الشاشة والصوت، بيساهم في التجربة الفخمة جدا اللي المصدر بيحكي عنها؟ بص، الشاشة ال 4K دي لوحدها بتنقل تجربة المشاهدة لمستوى تاني خالص. تفاصيل رهيبة، ألوان غنية جدا، سواء بتتفرج على فيلم أو حتى بتشتغل بتفرق. فعلا. ولما تضيف لده نظام صوتي من بانج & أولوفسن، ودي يعني علامة معروفة بجودتها العالية جدا في الصوتيات، التجربة كلها بتبقى فعلا مميزة. تجربة الميديا والترفيه بتبقى فخمة فعلا. وحتى في الاجتماعات الأونلاين لما الصورة تبقى واضحة والصوت نقي، ده بيفرق في إحساسك بالاجتماع نفسه. ولما نربط ده كله بقى بالتصميم، بفكرة الأول إن وان نفسها، إن الجهاز كله جوه الشاشة، مفيش الكيسة المنفصلة دي، والمصدر بيأكد إن شكله شيك. هل أهمية التصميم هنا مجرد شكل جمالي ولا في بعد عملي كمان؟ إيه رأيك بناء على اللي قريناه؟ لا، المصدر بيلمح إن الموضوع أكبر من مجرد شكل حلو. التصميم ده أصلاً بيوفر مساحة كبيرة على المكتب، بيقلل كمان كركبة الإسلاك اللي دايماً موجودة دي، وبيخلي شكل المكان نفسه يعني أرقى وأنظف وأكتر تنظيماً. دي نقطة عملية فعلا. بالظبط. فهي ميزة عملية جدا، خصوصاً للناس اللي بتهتم بشكل مكتبها أو بيئة الشغل بتاعتها، أو حتى شكل الجهاز في البيت. نقدر نقول إنها أناقة عملية بتخدم فكرة التجربة الفخمة والشغل الرايق. يبقى يعني لو حبينا نلخص كده، نقدر نقول إن الجهاز ده حسب وصف المصدر بيستهدف مين؟ يمكن المستخدم اللي عايز يجمع بين الأداء الكويس للشغل والاستخدام اليومي، اللي هو أوفيس وتصفح وميديا واجتماعات وحتى جرافيك خفيف. أيوة. وفي نفس الوقت عايز تصميم أنيق وعملي يوفر في المساحة ويدي شكل حلو للمكان. بالظبط كده. المصدر فعلا بيرسم صورة لجهاز متوازن بيقدم حل متكامل، مش بس أداء، لا دي تجربة استخدام كاملة فيها جودة عرض وصوت وشكل وتنظيم. هو موجه بشكل كبير للمستخدم اللي بيقدر الجودة دي ومستعد يدفع يعني مقابل التجربة المتكاملة دي، سواء بقى هيستخدمه في مكتب شكله حلو أو للاستخدام الشخصي المميز في البيت. تمام قوي. طيب عندي نقطة أخيرة كده ممكن نفكر فيها سوا، هي مستوحاة من تركيز المصدر بشكل كبير على فكرة كله في الشاشة دي. هل فعلا إن كل مكونات الكمبيوتر تبقى مدمجة جوه الشاشة ده بيغير جوهريا من طريقة تعاملنا مع مساحة العمل؟
أو طريقة تنظيم المكتب؟ يعني هل ده مجرد شكل مختلف وخلاص، ولا ليه تأثير أعمق على استخدامنا للمساحة دي لو قارناه بالأجهزة العادية اللي ليها صندوق أو كيسة منفصلة؟ ده سؤال يعني ممكن نسيبه للناس تفكر فيه وهي بتشوف أشكال الأجهزة المكتبية اللي بتتغير حوالينا.